السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم في التورتاية الجميلة دي؟ ما شاء الله، الله اكبر، مش هنقول اكتر من كده. فعلا جميلة جدا وتحفة وكمان هشة جدا، ما شاء الله. ما شاء الله على الهشاشان، طرية جدا تدوب في البق دوب. والله العظيم، والله احسن من احلى محلات اللي بيبيعوا شوكولاتة جاتوهات وتورت. ما شاء الله جميلة جدا، باينة جدًا إنها هشة وفيها طراوة مش طبيعية، ما شاء الله. والله حرفيًا فعلًا هشة بطريقة جميلة جدًا، وفعلًا حلوة أوي، أوي، وتدوب كده وأنتِ بتاكليها. برضه الفانيليا، الكيك برضه الفانيليا ما شاء الله جميلة جدًا. إحنا في الوصفة بتاعتنا عملنا التورتاية نُصّها أبيض ونُصّها فانيليا ونُصّها شوكولاتة. عندي 6 بيضات وبدأت أضربهم كده بالمضرب الكهربائي، نزلت عليهم فانيليا بني، ونزلت بقى تاني بعديها نُص كيلو دقيق اسبونج من محلات خامات الحلواني، ابتديت ضربته كويس جدًا، جدًا، وحطيت عليها يعني عارفين المَج كده بتاع القهوة، مَيّة دافية بس، تمام. وكده جِبت الصينية بتاعتي القالب، وابتديت بقى إيه، حطيت ورقة زبدة وغلّفتها بالزيت، ونزلت عليها بالكمية كلّها بتاعتنا. أنا زي ما قُلت لكم إحنا هنعمل نُص أبيض ونُص إيه، شوكولاتة، تمام. ودخّلتها في الفرن على درجة حرارة 180، وسِبتها تستوي براحتها لحد ما تاخد وقتها ونختبرها بالخِلّة، تمام. وهنا كان عندي بقى إيه، أنا باعمل كده في الشوكولاتة نفس الفكرة، 6 بيضات وعليهم فانيليا، وبابتدي أنزّل فيهم الدقيق الإسبونج، وبانزل شوية، شوية بالمَيّة، يعني مقدار يعني مش ملو فنجان قهوة كده، لأ، أقل منّه، تمام، يعني نُص فنجان كده. بانزل تدريجي مع الضرب المستمر لحد ما القوام يبقوا زي ما أنتم ما شايفين كده، واختبرتها بالخِل زي ما أنتم ما شايفين. ما شاء الله ما فيش أحسن من كده وهشة جدًا وجميلة. وبرضه نفس الكلام هاضيف بقى الشوكولاتة، الكيك الشوكولاتة، وادخّلها برضه في الفرن. هنا بقى عندي الكريم شانتيه، كريم خام، وضِفت عليه سكر بودرة، وضِفت عليه كاكاو، تمام. وهابتدي أضرب كويس جدًا، تمام. هنا كان عندي تُمن كاكاو، تُمن كريم شانتيه أبيض عملته، وتُمن إيه، وتُمن كريم شانتيه ضِفت عليه برضه شوكولاتة. هي التورتاية بتحتاج يعني ربع كيلو من الكريم شانتيه، تمام. أنا كده فضلت أضرب، ولمّا لاحظت إن هي محتاجة سُكّر باضيف سُكّر بودرة، السُكّر حسب الرغبة وعلى حسب المذاق اللي أنتِ بتحبيه، تمام. وطبعًا أهم حاجة يا إما مَيّة مثلجة، يا إما لبن برضه مثلج. هنا عندي الفانيليا، قصدي الكريم شانتيه الأبيض، وبرضه نفس الكلام، هي الكريم شانتيه خام، باضيف السكر البودرة، وجنبيّا الكوباية اللي فيها المَيّة المثلجة، وباضيف كل ما أنا أعوز إن أنا محتاجة إن أنا أضيف سكر باضيف، لازم السكر يكون بودرة، ما ينفعش سكر عادي. شوفوا بقى الكيك بتاعنا بعد ما خرج من الفرن وسِبته كمان يستهدى ويبرد، هابتدي أشيل منه الوش اللي من فوق. أنا بصراحة شِلت من الكيكة اللي هي الفانيليا، شِلت الوش بتاعها وما شِلتش كيكة الشوكولاتة. لو أنتِ حابة تشيلي الاتنين عادي، هي برضه إيه، ممكن تتاكل، بس هي مش هتبقى حلوة إن أنتِ تبقي سايباها في التورت بالذات، تمام. وهابتدي أقسّم التورتاية بتاعتي، اللي أنا طبعًا عاملة هنا تورتتين، بس أنا صوّرت معاكم تورتاية واحدة لإن أنا نفس الفكرة، التورتاية التانية عملتها بنفس الفكرة، تمام. قسّمتها 3 تقسيمات زي ما أنتم ما شايفين. يعني ما شاء الله جميلة جدًا. حبايبي ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وفعّلوا تنبيهات الجرس للكل عشان يوصل لكم إشعار بأي حاجة بانزّلها جديد، وكمان بقى ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، وكومنت بقى حلو من عندكم. قسّمت كده التورتتين زي ما أنتم ما شايفين، وحطيت بقى عندي كيس حلواني، ابتديت دخّلت فيه الكريم شانتيه الأبيض الفانيليا، وكريم شانتيه البني عشان نشوف هنعمل إيه مع بعض، تمام. عندي الأرضية بتاع التورت بتاعتي، ابتديت بقى أول حاجة ضِفت كده كريم شانتيه عشان تثبت، ناحية الأبيض ضِفت كريم شانتيه الأبيض، وناحية البني ضِفت كريم شانتيه البني. وهنا عندي السيرب ده اللي هو شربات، تمام. كان عندي شربات في فرن البوتاجاز، طبعًا خفّفته شوية بمَيّة وابتديت سقّيت بيه. وطبعًا بين كل طبقة وطبقة باسقّي سيرب كده، وباضيف طبعًا ناحية الأبيض اللي هو كريم شانتيه أبيض،
والجزء التاني النُص التاني الكريم شانتيه البني. طبعًا أنتم شايفين إن أنا عندي هنا ناحية اتقطّعت شوية بس ما تفرقش معايا خالص، لإن كُلّه بيتعالج وكُلّه بيتحط عليه كريم شانتيه مش هتبان خالص في التورت في الآخر، تمام؟ زي ما أنتم شايفين كده، اكرميها بقى بالكريم شانتيه والله العظيم هتدّيكِ أحلى نتيجة، نتيجة فعلًا هايلة جدًا، الله أكبر فعلًا كانت جميلة جدًا ما شاء الله، الله أكبر. أنا بجد باحب أعمل التورت لإن هي بتدّيني يعني باحس كده بكياني وأنا باعمل التورت بصراحة، حاجة جميلة وتأكّلي كده ولادِك وبيتِك واللي تعرفيه، أي حد ما شاء الله لمّا ياكل منِّك حاجة حلوة بجد هيقول ما شاء الله أستاذة، يعني اعملي بقى لبيتِك واعملي وفرّحي ولادِك. وإحنا كمان النهارده بمناسبة الفالنتين عيد الحب بقى، اعملي لبيتِك أي حاجة، ممكن تدخلي تعملي كيكة عادية، اعملي اللي تقدري عليه، صينية بسبوسة، اعملي اللي أنتِ عايزاه، بجد هتفرّحي البيت وهتفرّحي ولادِك، أو اعملي لأي حد بتحبيه، ما شاء الله بجد هتدخّل السرور والفرحة على كل اللي بتشوفيهم وكل اللي بتعرفيهم، بجد هيفرح أوي بأي حاجة أنتِ بتعمليها. أنا هنا غطّيت بقى خلّصت كده ال3 قطع من فوق من الناحية دي ومن الناحية دي، ابتديت بقى أجلّس الجناب وأجلّس من فوق على قد ما أقدر، طبعًا لو عندِك scraper بقى اللي هو بيضبّط بقى كده الجناب وبيضبّط من فوق اعملي، بس أنا ما عنديش، عملت بالإسباتيولا بتاعتي عادي واشتغلت بيها، وأنا ما باقفش عند حاجة، يعني اللي موجود عندي في البيت هاعمل بيه، واللي مش موجود هنعرف نتصرّف، يعني مش هنغلب في حاجة. ما شاء الله كانت جميلة جدًا وكرمتها كمان بالكريم شانتيه، هو أهم حاجة لو أنتِ عايزة تطلّعي تورتاية جميلة جدًا، اكرميها بالكريم شانتيه والتورتاية تكون هشة وجميلة، عشان تطلّع لِك أحلى تورتاية، بجد كانت جميلة جدًا وروعة. آدي النُص الفانيليا وآدي النُص الشوكولاتة، وكان عندي كريم شانتيه كان لونه أحمر كده في الفريزر طلّعته وابتديت بقى حطيته في النُص كده فاصل ما بين الأبيض الفانيليا وما بين البني، وأنا هنا عندي تفاح، ابتديت بقى هاشكِّل زي ما أنتم شُفتوا في الأول، عملنا نُص بالفواكه ونُص بالشوكولاتة. عندي تفاحة كده أو تفاحتين ابتديت قطّعتهم شرايح وعملت زي مروحة، تمام، وكده عندي أناناسة، أنا طبعًا ما كانش عندي كيوي وما كانش متوفّر، عملتها قسمت النُص اللي فوق وعملتها كده يعني بالطول وبالعرض كده، وابتديت قلبتها كده بالشكل اللي أنتم شايفينه، وموز يعني الفاكهة اللي موجودة عندِك اعمليها، طبعًا في فراولة كمان ما شاء الله موسم فيه فراولة وفيه تفاح وفيه موز وفيه أناناس، اللي موجود في السوق اعمليه وما تكلّفيش نَفْسِك كتير أو اللي عندِك ومش حابة تزوّدي براحتك خالص، يعني والله التزيينة دي ترجع على حسب الذوق بتاعِك. ومسكت بقى الأناناس وعملت كده صفوف شايفين زي ما أنا ما شايفة، يعني ما بين كده إيه الجناب بتاع صوص قصدي نكهة الكريم شانتيه اللي هي بالفانيليا، وحطيت برضه التفاح وما بينهم برضه الموز زي ما أنتم شايفين كده، خدتهم داير ما يدور كده، وعندي التفاح المروحة اللي أنا عملتها دي وزنقتها بخلة، ونفس الكلام لقيت بقى لقيت الأناناس اللي أنا كنت عاملاها كانت كبيرة، ابتديت قسمتها بقى نُصّين، أدي النُص التاني بقى اللي هنعمله بالشوكولاتة، عندي صوص شوكولاتة خام ضِفت عليه شوية لبن حليب كده وشوية زيت صغيّرين للمعة، وخفّفته كده على البوتاجاز وقلّبته لحد ما الصوص الشوكولاتة الشوكولاتة الخام خفِّت كده وساحت، وابتديت بقى نزلت عليها والسيرب بقى نزل كده وعمل لي بقى إيه، من الجناب كده يعني خطوط نازلة، وبلّولي ونزلت عليه وكان عندي بسكوت كده مدوّر ما بينه شوكولاتات، وحطيت بقى لولي من فوق، وعندي برضه لولي على الروزيتات من فوق لونها أزرق، وهنا جيلي ده على البارد، حطيته طبعًا على الفواكه اللي عندي عشان يفضل وقت طويل وما يغمقش، عشان كمان الموز عندي بيتأكسد بسرعة من الجو وبيغمق، طبعًا ده بيحافظ عليه ما شاء الله، لو أنتِ كمان عندِك جيلاتين تقدري تعمليه، تمام، كده كان شكل الكريم شانتيه وشكل الفواكه وشكل التورتاية كلّها بعد ما خلصت ما شاء الله، الله أكبر جميلة جدًا، وشكلها فعلًا مُفرح جدًا وشكلها مُبهِج، يعني اللي يشوفها كده يقول لأ بجد هي مش معمولة في البيت، هي جاية جاهزة من برّه، والله التورتاية دي أنتِ لو رُحتِ اشتريتيها
من برّه هتديكِ سعر فعلًا جامد جدًا وغالي علينا مش هنقدر نعملها. أنا بقى باعلّمِك تعرفي إزاي تعملي التورت في البيت، وهتبقي أستاذة بجد بإذن الله. والله لو اتفرّجتِ على الفيديوهات بتاعتي اللي أنا بانزّلها بتاعة التورت والجاتوهات، هتبقي ما شاء الله هتبقي شاطرة جدًا، وهتعرفي تعملي كل حاجة بإيديكِ في البيت، وزي ما أنا ما باورّيكِ يعني هتبقي أستاذة وما شاء الله هيطلع معاكِ كمان أحسن منّي، وهتقولي فعلًا الحاجات كده في الأول كانت بتبقى بالنسبة لنا صعبة، بس في الآخر بتطلع منها ونتجرأ بقى كده ونعرف نعمل. وكل سنة وأنتم طيبين يا حبايبي، بمناسبة بقى عيد الفالنتين بقى وعيد الحب، كل واحد بقى بيحب حد يقدر يعمل له أي حاجة حلوة ويهديه بيها، حتى لو هنعمل لبيتنا لولادنا هتعملي لجوزِك، تعملي لأي حد بتحبيه، لمامتِك، لباباكِ، يعني اعملي واعملي وأنتِ فرحانة وأنتِ راضية، بجد هيوصل لهم بقى إحساسِك، وهيوصل لهم بالحاجة اللي أنتِ بتعمليها لهم، هتطلع أحسن حاجة في الدنيا دي. تعالوا بقى نشوف الكيكة بتاع الشوكولاتة بعد ما طلعناها، ما شاء الله هشة جدًا، شايفين الهشاشة بتاعتها؟ أنا قصدت إن أنا أورّي لكم من جوّه عاملة إزاي عشان تشوفوا الطعم كمان. والله قسمًا بالله تحفة جدًا، مش حلفان على الفاضي، والله العظيم تحفة جميلة وهشة، والكريم شانتيه جميل أوي فيها، وطعمه حلو ومميز، كل حاجة فيها فعلًا perfect كده جدًا. يعني اعملي وما تخافيش، اتجرّئي وهتلاقي الحاجة بتطلع معاكِ جميلة. مرّة في مرّة هتلاقيكِ ما شاء الله بقيتِ أستاذة في الحلويات، يعني بجد حلو أوي وهشة، وما بينها كده يعني طبقات كده كريم شانتيه حلوة أوي، والطعم فعلًا مميز. يالّا بقى حبايبي، لو أنتم طبعًا كده اتفرّجتوا معايا الفيديو بتاعنا، ما تنسوش بقى تعملوا اللايك الجميل بتاعكم واشتراك وكومنت بقى. أنا نِفْسي أشوف الكومنتات بقى، شجعوني كده، كُلّه بقى واحد اتفرّج على الفيديو ده يدخل يعمل كومنت كده جميل من عندكم ولايك جميل كده، عشان تشجعوني أنزّل لكم كمان حاجات أحلى وأحلى. وأي حاجة أنتم محتاجين إن أنا أعملها لكم قولوا لي عليها، وأنا إن شاء الله بإذن الله هاعمل. إيه رأيكم بقى في الفيديو بتاعنا النهارده؟ ما شاء الله والله العظيم يحتاج 1000 لايك كمان. يالّا بقى هاشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.